واحد لا يا اخويا واشرب الشاي. بنتي نكرتني يا زينب، شكلها استعرت مني. لا ما تقولش كده، حضورها هي كانت في بطن امها وانت كنت مسافر. ما دي بقت في حتة تانية خالص، حاجة ولا في الخيال. قال انت متاكد ان الست اللي شفتها على الفيس في الفيس هي مراتك؟ زي ما انا متأكد انك زينب مراتي وقاعدة جنبي دلوقتي. يبقى كان اولى بيك انك تصر انك تقابلها الاول عشان تعرف منها ايه الحكايه، عشان تفهم هي بقت كده ازاي. انا كنت ناوي اعمل كده، بس اول ما البواب شاور لي وقال لي هي دي جميلة بنتها، قلبي كان هيفوت مني. حسيت ان دي بنتي اللي ما شفتهاش من سنين. ركبت الميكروباص وجريت وراها زي المجنون لغاية ما وصلت لباب البيت، وبعدين حصل اللي حصل. أنا كان نفسي أخدها في حضني وأضمها عليا، كان نفسي أقول إن أنا أبوكي، لكن هي ما رضيتش تسمعني. قالت للراجل البواب مشي الراجل ده. واحد الله، واحد الله يا اخويا، ما تعملش في نفسك كده ابدا. هتعرف انك ابوها، وان شاء الله ربنا هيلم شملكوا على بعض باذن الله. بس أنا مش هسيبها. أيوه نروح لها تاني، ما هو أنا مش هسيب ضنايا يا زينب، لازم تعرف الحقيقة. أيوه أنا هقول لها الحقيقة. هجيلك يا جميلة، أنا هروح لها تاني يا زينب، هروح لها تاني. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.